سلام وشكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، صحه جيده. معكم اميره من قناه عالم اميره. عجبتكم القناه وحبيتوا تشجعوني وتدعموني، خلوا لي اكبر عدد من اللايكات وبارطاجيو في كافه مواقع التواصل الاجتماعي. ودي عزيز اول مره تزوري القناه، ما تنسايش ديري جيم الاشتراك في القناه، ما تنساوش ديروا تفعيل الجرس باش تكونوا من الاوائل اللي يحققون الاشعار كي نحط الفيديو. اليوم راح نديروا وصفه الحمص على طريقه المطاعم، طريقه الاعراس، بكل البنه تاعو. اول شيء لازم يكون الحمص نتاعك نوعيه مليحه. هذا الحمص جربتو نوعيه تاعو هايله، النور بلوس. المذاق نتاعو مليح وكذلك يطيب، يذوب زبده هايل. الا لقيتو هذه الماركه صدقوني هايله. هو متواجد في ولايه يخدموها، متواجد في كامل ارجاء الوطن، يخدموها في فوكا تيبازا، والمنتجات تاعهم بزاف هايله. جربت العدس، جربت اللوبيا، واليوم راح نديرو مع بعض الحمص. اول شي تجيبي الحمص، قلت لكم النوعيه الجيده كيما هذه الماركه تاع النور بلوس، وديريها في الماء. سيد كيفاش نقي فيه حجر ولا حبات فاسدين ولا، لكن الحمد لله ما لقيتش فيه، صافي وحباته كامل ملاح، ما فيش هذوك الاحشاب، ما فيش هذوك الحجر. ونبيتوه في الماء، نغسلوه مليح، 2 ولا 3 نبيتوه في الماء. غد من ذاك نجيبوا الحمص نتاعنا، تلقايه الحبه نتاعو ضعف الحجم نتاعها، ديري في لاكوكوط، وتجيبي بدلي اللون تاعو وديروا في لاكوغوط. وتجيبي، انا درت يكون عندك قطعه نتاع لحم غنم بالعظمه نتاعها، ولا هذه قطعه نتاع داند ولا دجاج، تكون من الاحسن اللي تكون فيها العظمه كبيره كيما هذه. شوفي العظمه نتاعها كبيره لانه البنه كامل في هذاك العظم. قلنا ديري الماء في لاكوكوط وما تكثريش بزاف، كيما شوفي انا كيفاش درت. ديري هذاك القطعه نتاع اللحم او القطعه تاع الدجاج او القطعه تاع الداند، من الاحسن تكون فيها العظمه. وديري فيها ملح، وديري فيها هذا الكيس نتاع جامبو، يعني راهو متوفر، يجي فيه في المكونات نتاعو ثوم مرحي، قزبر ملحي. هذا الملح درت له الملح، وكنت من قبل نديرها بليزي بيس، لكن كي اكتشفت هذا المنكه نتاع جامبو عجبني بزاف، قلت نتشارككم معاه. شوفوا فيه بصل، فيه ثوم، فيه كزبر، فيه كرافس، يعني كل الثوم، كل الاحشاب المناسبه اللي نحتاجوها تلقايه فيه. شرو هذو ساشيات صغار يتباعوا، ديريهم وغلقي لاكوكوط عليه وخليه وفقديه 10 دقائق، 15 دقيقه، ما تزيديلوش. شوفي كيفاش طاب، الله يبارك. والحبه نتاعو شوفوا كيفاش تجي. هذه الماركه قلت لكم ونعاود لكم، النور بلوس، اللي تلقاها تشريها، يجي عنده واحد المذاق هايل ويجي طري. شوفوا الحبه نتاعو، الله يبارك. شوفوا بسرعه طابنا وما كثرناش الماء باش كامل احتفظ هذاك الحمص بالفيتامينات نتاعو، بالمغنيسيوم، بالبوتاسيوم، بالفوسفور، كلش بالاحماض اللي فيه. ومن بعد رايحه نديرو، انا الماء هنا درتو وحده، وديروه في علب هكا وحده. والحميصه خلوها بعد ما تبرد، ديريها في هذو الاكياس اللي يدخلوا المجمد. وهذاك الماء تاعو خبيه، ما خبيه في علب صغار. ديري قيس 3 ملاعق، ولا كي تكوني طيبي، خصوصا اذا كانت الماكله تحتاج انه الحمص يكون فيها، زيدي ضيفيها، راح يعزز هذيك النكهه نتاع الحميصه ويجي ذوق بزاف هايل. بالنسبه للتجميد نتاعو، قلت لك انا بعد ما نصفيه ندير الماء نتاعو وحده، وندير الحميصه وحدها في اكياس. هذو الاكياس نتاع الخاصين بالمجمد، نقسمو على كميات صغيره باش كي نجبد كميه صغيره. ولا ميم اللي ما عندهاش هذو الساشيات، دير ساشيات عادي، هذوك الساشيات البيوضه، لكن ايفيتيو الساشيات اللي يجوا ملونين ولا يجي مرسومين، ولا ساشيات الكحوله اللي راهم ممنوعين. وشوفي لازم يكون مكتوب فيه ولا الكاشي نتاعو غذائي باش نتفاداو اي شيء واي امراض، عافانا الله واياكم. ومن الاحسن هذو الساشيات يتباعوا متوفرين، تخبيه في المجمد. بالنسبه لي انا قبل رمضان انا عطيت لكم الفكره ومديتها لكم، لكن هذا اكيد انا رايحه نستهلكم، ما راح نخليه حتى رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. انتي هذه العمليه قومي بها يومين 3 ايام حتى 4 ايام قبل رمضان المبارك، باش ما يقودلكش بزاف. لانه اذا درتي 15 يوم ل 20 يوم وزيدي هذاك الشهر تاع رمضان، راح تخليه بزاف في الكونجيلاتور.
انا من الاحسن والنصيحه نتاعي ديريها 4 ايام 3 ايام، يومين قبل رمضان. وان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه نتاعي وتجربوها وصدقوني يجي عنده بنا خلاف.